في حاجات دايما بتكون حوالينا في كل مكان وعينينا دايما متعوده انها تيجي عليها، بس هل سألت نفسك في مره مين اول حد فكر في الحاجه دي وليه وايه القصه وراها؟ اكيد في يومك الطبيعي وانت رايح الشغل او الكليه او حتى المدرسه، لما بتطلع على كوبري او بتمشي جنب كوبري او على الاقل بتشوفه، بس هل سألت نفسك في مره مين اول حد فكر انه يعمل كوبري وليه وكان فين؟ كان فين اول كوبري؟ احتياج ما عند الانسان خلاه يكتشف ويعمل حاجات لاول مره علشان بس يسد الاحتياج ده، ومن هنا كانت بدات الفكره. الانسان القديم لما اكتشف ان هو محتاج يتبادل تجاريا مع الدول اللي حواليه وما كانش فيه اي وسائل يقدر من خلالها يتبادل تجاريا معاهم، ففكر في عمل الكوبري. الكباري كانت مهمتها الاساسيه هو التبادل التجاري ما بين الدول، وعلى حد علمنا ان اول كوبري في التاريخ اتعمل ما زال موجود لحد يومنا هذا. يعتبر اول كوبري اتعمل هو كوبري ازمير في تركيا واللي بيمر فوق نهر الميليس، وكمان اتعمل سنة 850 قبل الميلاد. الكباري في البداية كانت مصنوعة لا إما من الشجر أو الحجارة، وده كان بهدف إنها تعبر من مكان للتاني، وخصوصا في الأماكن اللي كان بيصعب التعدية فيها زي الوديان أو المسطحات المائية. وبالرغم من إن تصنيعها كان سهل جدا إلا إنها كانت صعبة تمتد لمسافات طويلة. ولما جه عصر الحضارة الرومانية ظهرت ثورة كبيرة جدا في بناء الكباري، وده بيرجع لاكتشافهم إن الصخور البركانية المطحونة هتكون مادة مثالية جدا لبناء الكباري. وبعد نجاح الطريقة دي بقت الطريقة دي منتشرة جدا في كل أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا، وفضل المهندسين الرومانيين بيضيفوا كل يوم تقنيات جديدة للكباري. لكن بعد سقوط الدولة الرومانية ما حصلش أي تطور، والحضارات اللي بعدها كانت معتمدة بس على اللي توصلوا له المهندسين الرومانيين، لحد ما وصلنا للقرن ال16 اللي بدأ وقتها المعماريين يتوصلوا لتقنيات أكتر وأكتر لبناء الكباري، واللي كان منها الحديد الزهر. لكن للأسف الحديد المطوع ما كانش مساعد قوي في بناء هياكل جديدة وتقيلة من بنى الكباري، ومع ظهور الفولاذ اتحلت المشكلة. واللي كان رائد التقنية الحديثة دي في بناء الكباري هو جوستيف إيفل اللي بنى برج إيفل في فرنسا وكمان كوبري إمبابة في مصر. وفضل بنى الكباري في تطور مستمر لحد ما وصل للشكل اللي احنا شايفينه النهارده وبقى حوالينا في كل مكان. بنى الكباري هو مجال زي اي مجال حوالينا بيتطور يوميا وبيظهر فيه طرق وتقنيات جديده ومبتكره، وده كان لهدف واحد بس وهو تسهيل حياه الانسان. معلومات كتيره وجديده هتعرفوها معانا عن اصل الاشياء لما تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب.